كالشاي المر، شعري كالشاي المر صعيدي النكهة، تتفجر فيه فتوة أهلي وبيوتا تقلى في الزيت المغلي، ويغنوه الحجارة والبناؤون في ليلهم المدني. فمع الشاعر المبدع رئيس ساقية دار السلام وعضو نادي أدب دار السلام الأستاذ القدير حاتم السمان. إلى شهداء مصر. لسه عايش جوه مني ما انت مش بتموت بلاش، واللي كان يحمي ترابك يا بلدنا عاش وعاش. ربنا كرمكم انتم خير جند الله في مصر، والبطل لو مات بيرجع ألف زيه ألف نصر. مهما راح من الدم لسه غيره يتجدد وجاي، واللي مات في حدود حمايتك يا بلدنا لسه حي. الله. على كد غيابك تقول ايوه شوف احسب لك كم مسير لك. إلى أمهات الشهداء، امسحي دموعك يا أمي وافرحي وما تصرخيش، وابقي بص في عين أخويا أصل جواها بعيش. كبريني جوا منه وارسميني طريق طويل، وفي بدايته حط اسمي ويومها هبقاله الدليل. حسسيه معنى الأمانة، علميه حب الوطن، شيلي من قلبه الخيانة وافتحي جواه سكن. اوعي لما تشوفي صورتي تبكي وتقول ابني فين. لا يا أنا لسه عايش جوا منك من سنين، بس أنا كان نفسي إنك تسأليهم كام سؤال. اسأليهم مين قتلني ومين قتل كل العيال، والعجوز أبو دجن بيضة والرضيع إيه ذنبهم، لما ينضربوا برصاصة منها ينزف دمهم. واسأليهم إيه شعورهم لما يجي العيد عليهم، يلمحوا في عينيك دمعة السبب فيها إيديهم. بس يا أمي انت فاكرة حاجة واحدة ومش هزيد، إن ابنك يوم ما سابك مات ولكن مات شهيد. كده أعتقد نخلص نص ساعة تنطق من كده أنت الوصلة معاك وصلة الكاميرا بس لا في كارت كارت ريدر معاك؟ الكارت يطلع قدام ريدر وقفها يا استاذ. فيها حاجة